عمل عالمي في الافتاء. ده جماعه قوميه فوق. انتوا الجماهير فوق فوق بجد، فوق. انتوا كسفتونا قدام كل الانديه. لازم تقول الانجازات دي كويس والله ايه؟ نعم؟ الانجازات دي كويس والله ايه؟ اقول لك كويس. في افتتاح يا ابني، افتتاح نادي لوحده من غير الناس. يلا النادي لوحده. تحضر الافتتاح نادي لوحده. معانا فيديو اهي. هبعت الفيديوهات دي لواحد فيكم وانتوا بعتوها بقى واقعدوا بصوها ماشي بعتها يا باشا. واحد بس. ماشي كده بقى انت مستشار. كانوا بيقولوا بعد نهايه المؤتمر ان حد عضو من مجلس الاداره جه على حضرتك. عضو مجلس الاداره زمان بعد اخر مؤتمر. عايزين نعرف صحه الكلام ده. لف اللي بالك. انا هبعتهم لواحد وانتوا ابعتوهم لبعض. بعت له ابراهيم يا فندم او ليا؟ ابراهيم او ليا؟ نعم؟ نبعت ابراهيم او ليا وانا ابعته له. يا ابني الفيديو بتاع الافتتاح او النادي نفسه من غير بتاع النادي شكل ايوه هو ده. انا جايبه كان شايف انا من علاء مأسى. انت اذكرك يا علاء. نقرا الفتحه مع الاشاره. ده مش النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. فين الاعضاء؟ النادي اتدمر. ساكتين ليه؟ المفروض دلوقتي معانا ان شاء الله. متدمر. ساكتين ليه يا جمعيه عموميه؟ من شويه عيال 12 عيل ما لهمش حد جوه. كان احسن من النادي لوحده من غير ناس. ده سنه كام ده يا معلم؟ 2021 2050. كان احسن من الناس. يا باشا كل سووا وزير الشباب. اي حد جاي من بره عايز يزور نادي في مصر لا جزيره ولا صيد ولا اهلي. الزمالك يروح المقابل الثاني. انت بقى تعملها تتنطط لنا واخد 14 بطوله في كره القدم. الثاني خد بطوله واحده لا يتحبس. لا هو في قضيه سب وقضيه فيها حبس بس مش مشكله ويتعزل ويتحبس تاني. لازم يمشي. كان لازم يقعد اعداء لنادي الزمالك اصلا. مين الشاب الجميل اللي قال مؤتمر من غير اسئله؟ انا هطلعه. شكلك وحش. قول يا عماد. قول يا عماد. قول يا عماد. قول يا عماد. قول هو مين؟ شايف يقول لا دي كانت حبيبتي وحبيبته. لو عايز تعرف الصح اعرفه من صاحب محمود عبد العزيز من 78. هو كان في صوره مع حضرتك يا بيه صاحبي واخويا وحبيبي ويا ما حاولت اصالحه. الست المحترمه بنت زويد والولاد كانوا صغيرين. مش عايزين ايه اللي حصل؟ البوس مش مراضي. طب تعليق ده يا ابني بتحولني كلام انا مش مراته ولا مش مراته. لو عايز اتكلم هتكلم. كل الهجص اللي انت شايفه دون ملوش لازمه. يا راجل ده فيلم كات الافتتاح بتاعه هو احسن فيلم يمكن عمله. كان في سينما في اسكندراني طبعا. الله يرحمه. جدعانه ورجوله مع بعض كل يوم. الله يرحمه. فات عليا في بيتي في شارع سوريا خدني بعربيته ورحنا شفنا الفيلم سوا. قال لي هشوف وشك عليا. الحمد لله فيلم كسر الدنيا. محمود ده انسان جميل. عايز اقول لك حاجه مع احترامي لكل الفنانين الكوميديان اخف دم فيهم كلهم محمود عبد. صح. ولما حصلت مشكله رأفت الهجان انا رحت خلصتها مع الله يرحمه يحيى العالمي.
لسه لا دي ذكريات. فكل اللي بيفتوا دول كلهم ولا عندهم فكره عنها. طب معلوماتك يا سعد؟ مش هقول لك معلومات. معلش. بقول لك ايه؟ حقيقة. يلا يا ابني. شهاده مش حق. ده اتكلم في اللي مفيش. ما بيسخنش ده. لا ما هو كلام مترتب. سيب اللي فيه فيديوهات في المؤتمر تاني. ما انا المؤتمر ده انا عامله بقى الخميس. اه بصوا يا جماعه، شعبان الشامي مات النهارده. الناس كلها كومنتات سلبيه عليها. عارف شعبان ده كان الجون بتاعنا في كليه الحقوق وجامعه عين شمس، وكان فاتح مدرسه باك يمين بلعب في خط النص. علينا شعبان الشامي ده، عارف ان شعبان الشامي ده سبب الحاله اللي انا فيها دلوقتي. يعني ازاي؟ لا لا بالعكس، شعبان اصلا انا اقدم منه. فكان كنت انا في دايره، رئيس الدايره ابن عم عبد الحاج جمال الدين، مستشار محمد جمال الدين، وانا كنت عضو يمين وشعبان عضو شمال. الله يرحمه. فشعبان كان ساكن في حدائق، نقعد لغايه الساعه 8 بالليل في كان ايجارات امبابه، مش عارف ايجارات ايه كده. فقعدنا لغايه الساعه 8 بالليل بنروح عنده البيت نتداول لغايه الساعه 4 الفجر. يجيب لنا يلبس جلبيه البيضاء بتاعته الله يرحمه، ويجيب لنا بقى كوارع وفشه. طب يقعد لغايه الساعه 8 في المحكمه، ونقعد نتداول لغايه الساعه 4 الصبح، ودول ما شاء الله يقعدوا ياكلوا كوارع وبمبار وكرشه وفش ما يجيبلهمش حاجه. واديني دايره، فوداني دايره الخمسه، هو القدر اللي بيلعب فيه وشعبان دي دور. فالدايره الخمسه دي رئيس الدايره كان اسمه عبد الموجود صعيدي من هنا، عضو اليمين مستشار محمد ذكري الرئيس بتاع نادي الصيد، لكن وصل نائب رئيس محكمه. لما اروح انا نقدم من محمد ذكري يروح شمال وانا ابقى ايه يمين. ده عيب في الوسط القضائي، انك انت تبدا السنه القضائيه رئيس وبعدين تبقى يمين في السنه نفسها، او يمين وتبقى شمال. فجالي محمد بيه ذكري قال لي يعني يرضيك يقولوا عليا ان انا وضع نظيف ومحترم. فرحت طلعت حماد قلت له مشيني من الدايره دي. قال لي وانا تحت امرك كل شويه تقعد تتنطط لي. قلت له لا انا مش هقدر عشان زميلي يعني. فقال لي طب هديك لوحدك، واداني العجوزه لوحدي وبلاد مكروه. بعد اسبوعين جت قضيه عادل امام، حكمت بحبسه وشتمني استقالت. شفت بقى اللفه دي كلها؟ لان ربنا رايد. بالك؟ وانا دايما اقول لاولادي لو احنا كنا استمرينا مش هتمشي في حياتي، لو كنا استمرينا في القضاء مع احترامي للقضاء تمام؟ اللي عنده انزلاق غضروفي واللي عنده السكر واللي عنده الضغط واللي عنده القلب تمام؟ وبعدين انت مش هيبقى عندك اي حاجه في الساحل الشمالي يعني. فالحمد لله هو ده شعبان الشامي، شخصيه نظيفه ومحترمه، واللي شمت فيه انا بصراحه ما شفتش على قناه الجزيره في تعليقات كلها عباره عن شماته في الموت وقاضي. هو على العموم شعبان الشامي كقاضي اشتغلنا مع بعض من انظف القضاة. كلاعب كوره كان فاشل، الجوان بيفوت فيه على طول، اللي هو كان الجون بتاعنا تمام. الله يرحمه طبعا. هو عشان تعرفوا ان هو بقاله حوالي 2-3 مريض، وجات له جلطه وجاله شلل بالك، هو ربنا افتكره في الوقت المناسب. اي حد يا جماعه بيشمت هو بالنسبه للاخوان مش كده؟ حكم على مرسي بالاعدام. نعم حكم على مرسي بالاعدام. وهو اتعدم مرسي؟ لا ربنا 9 مهندسين. تمام. لكن عايز اقول لك حاجه، اذا كانت رابعه الاخوان غلط واصطلحنا معاهم، هوريك رجاله لبيب كلهم داخلين النادي رافعين رابعه، علامه رابعه.